هل يحتاج الأطفال إلى التنظير؟ حتى الأطفال لديهم بعض المشاكل في أمعائهم التي تتطلب النظر إلى الداخل لمعرفة ما يحدث بالفعل. في الداخل، هناك عدد من الحالات في أمراض الجهاز الهضمي للأطفال التي تختلف عن البالغين، والأدوات التي تستخدم أحياناً للأطفال أصغر بكثير مما يستخدم في تنظير الجهاز الهضمي للبالغين. يتم إجراء التنظير للأطفال دائماً تحت التخدير، مما يعني أنك تبقي الطفل هادئاً قليلاً، على عكس البالغين الذين يكونون مستيقظين. لذلك يمكن أن يكون الأمر صادماً جداً للطفل، أليس كذلك؟ أن يخضع للتنظير وهو مستيقظ. لذلك يتم تنويم الأطفال بإعطائهم القليل من المخدرات الاستنشاقية. يذهبون للنوم هادئين، المريض سعيد، الوالدان سعداء، والطبيب الذي يجري الإجراء أيضاً سعيد للغاية، لأنه يستطيع اكتشاف بعض المشاكل المهمة التي قد يعاني منها الأطفال أحياناً. ما هي المشاكل التي يعانون منها؟ أحياناً يعانين من طيء دموي. أحياناً يعاني الأطفال من آلام شديدة في البطن تتطلب التحقيق. وبما أن الأطفال هم أطفال، فإنهم يبتلعون جميع أنواع الأجسام الغريبة. أحياناً يبتلعون البطاريات، يبتلعون البراغي، يبتلعون المسامير، ويبتلعون المغناطيس. لذلك أحياناً يكون التنظير للأطفال حقيقة واقعة، ويحتاج إلى أن يتم بشكل متكرر لمساعدة الأطفال. وهل تعرف ما هو أصغر عمر يمكن فيه إجراء التنظير للأطفال؟ نعم، حتى الأطفال حديثي الولادة الذين يبلغون من العمر حوالي 10 أيام فقط ويزنون حوالي كيلوغرامين يمكنهم الخضوع لتنظير آمن للأطفال إذا كان لديك المعدات والخبرة اللازمة في التنظير.